تحديث مهم جدا 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 لحالة البيتكوين. الحركة اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا دول بتدل على ان احنا حرفيا بنأكد تشينج اوف كاركتر اللي كان ظاهر يعني على المؤشر. لان احنا كسرنا الترند ده دلوقتي بشمعتين حمر، يعني الشمعة دي ما كانتش ايجابية خالص، يعني حاولت تحترمه ما عرفتش تحترم الترند، فالسيولة ضعيفة جدا يعني مع الايجابية المفروض. فكده يبقى هي شكة البير فلاج في الغالب، مستنيين بس الشمعة دي تقفل والكلام ده يتأكد. لحد الآن لا، ممكن تبقى السيح بتنزل شمعة وتطلع عادي، تلاقي كود الناس اللي ابتدت تفتح شورت. بس أنا مش شايف كده، حاسس إن دي فعلا هتكون إيه، هتكون شمعة نزول. ولو شمعة نزول فعلا هيبقى مناطق الأكوا ده اللي هي منطقة ال 88 ألف اللي قلنا عليها، اللي هي خط الدفاع الأول ده هتتكسر تعتبر لما تقفل. لو قفلت تحته خط الدفاع التاني هيبقى ده خط الدفاع التالت اللي هو إيه، المقاومة دي. بس انا شايف ان لو هي عملت كده فعلا يبقى احنا ممكن ننزل اكتر من كده شوية. ليه طيب؟ لو بصينا على الفريم الاسبوعي، البيتكوين كان عامل اصلا تشينج اوف كاركتر، بس انا قلت لكم ممكن ما يتفعلش لما نطلع فوق دي، لان كان في اخبار ايجابيه طالعه. بس دلوقتي يعني مع الحركه والسيوله والمومنتم الضعيف ده، انا اقدر اقول لك ان دي ممكن فعلا تكون تشينج اوف كاركتر وفعلا ممكن ننزل. اقول لكم حاجه غريبه، انا حركه الموضوع ان احنا ننزل ده انا عايزه وفي نفس الوقت مش عايزه. هتقول لي ليه عايزه؟ يعني احنا هنخسر فلوسنا وانت هتخسر فلوسك وكله يخسر فلوس. اقول لك مش قصدي كده يعني، بس عامه انا في حاجه ما كنتش مصدقها. يعني انا مش الناس اللي ممكن تكون فاكراني كنت متفائل او انا سلبي او في النص، مش متفائل ولا سلبي يعني اللي متابعني. بس انا حرفيا كنت مايل السلبيه في نقطه واحده بس، ان الناس اللي بتقول لك دي هتبقى السوبر سايكل. انا ما كنتش مقتنع بحوار السوبر سايكل ده. هتقول لي ليه؟ اقول لك اشمعنى يعني دي السوبر سايكل. انا شايفها يعني هي ايجابيه، بس يعني مش سوبر سايكل. ما فيش اي حاجه تدل انها سوبر سايكل. بس حرفيا احنا لو نزلنا، انا شبه متاكد ان دي هتبقى سوبر سايكل فعلا. تقول لي ليه؟ اقول لك حاجه انت ممكن ما تكونش فاهم في التحليل، بس اقول لك حاجه. الشنج اوف كاركتر دي لما بتحصل البيتكوين يعني بيغير اتجاهه تمام، بس في حاجه هنا موجوده اللي هي الاوردر بلوك اللي هنا ده. هي فعلا لو كسرت الدعم ده هتتجه، هتفضل تنزل تنزل لحد ما لازم تختبر الاوردر بلوك ده، تختبره كده كده لازم تعمل اختبار كامل. بس انا قلت يعني بعد ما نخلص الدوره السعوديه. بس طول ما هو احنا لسه كده هنعمل اختبار تاني. هتعمل اوردر بلوك ده هيمنع الاوردر بلوك ده، بيبقى فيه طلبات شراء كتير اللي مش فاهمه يعني، فبيسحب سيوله، بيبقى فيه سيوله كتير فبترتد منها عامه يعني. فانا بالمعطيات اللي قدامي دي كلها ان السوق يعني نزل النزله القويه دي المتتاليه اللي هي الاحمر الابيض، زي ما قارنتها لك برضه بساعه مثلا اللي هو في 20 مثلا 21 لما نزلنا النزله دي. هي دي ما كانتش سوبر سايكل، بس انا بوريك مثلا كانت نفس النزله اللي هي المتتاليه دي، يعني قريبه خالص منها يعني جدا. يعني لو كانت عملت نموذج الراس والكتفين اللي كنت بكلمك عليه، اللي هو اللي كان يعني ممكن يكون سلبي اكتر من النموذج اللي بيتشكل حاليا. ليه؟ لان احنا كنا نطلع هنعمل هنا ممكن اللي هي الكتف التانية وبعد كده هننزل، بس كانت هتسحب العملات معاها شويه، فانت ممكن تعرف تطلع. بس ما كانتش بالنسبه لها هتبقى حلوه، لان كان في احتماليه ان دي يبقى نموذج راس وكتفين وكان ممكن نكمل. بس الاقرب انك هتبقى راس وكتفين لو عملت فعلا شكلت النموذج ده تمام. وكان فينا اللي هو الشمعتين دول يعني كانوا برضو ايه، سحبوا سيوله في المنطقتين دول جامد وتكون اوردر بلوك. فانا كان يعني كانت برضو فاهم انت ايه اللي هي مخلياني حاسس ان هي تعمل نموذج راس وكتفين. لكن لو نزلنا ساعتها اقول لك ده ما كانش نموذج راس وكتفين، وكانت ايه يعني اللي هو طلعه عاديه كده في الطريق بتاعنا، اللي هو اصلا اللي انا قلت لك ده مش بالنسبه لي، انا مش برن لسه لحد الان ومقتنع بالكلام ده 100%. اقول لك حاجه دلوقتي، احنا لو نزلنا هنا وفعلا وسحبنا سيوله من المنطقه دي، يعني انا مش عايز اصدمك ان انت تشوف ان انا بقول لك ممكن ننزل لحد ال 60,000 يعني ولا المناطق دي. يعني انا عارف كده كده هتتصدم. او ممكن ننزل المنطقه دي، بس في الغالب هننزل لها هنا تاني يعني. لو سحبنا سيوله من هنا وارتدينا، انا عايز اقول لك الارتداد على النزله القويه دي، وان احنا يعني كام شهر سلبيين ورا بعض. يعني ثانيه كده اشوف لك انت زي ما انت شايف احنا 3 شهور سلبيه ورا بعض دلوقتي. ده ورا بعض كده المفروض في بران، يعني كلام مش مقنع طبعا خالص. فده يعني ده بالنسبه لي انا اقرب خالص، لان هو كده لسه ما بدأناش اصلا صعود ولا فكرنا ندخل فيه حتى. يعني لو بصينا مثلا على دوره 2017، 3 شهور الاخيره كانت بتبقى ايجابيه. لو بصينا على 2021 كان في شهر اللي هو شهر اكتوبر كان ايجابي. الشهور اللي بعدها كان تصحيح. وبعد كده يعني في 2021 لو بصيت كده هتلاقي ايه، هتلاقي في شهرين وراهم شهر تاني ايجابي. يعني كان في شهور ايجابيه ورا. لكن احنا السنه دي كلها بص، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، 6 شهور سلبية بحتة.
والصعود ما فيش، لا اكبر صعود حصل كان اللي هو 11% 14% بس كده، اللي هو ها كده ما فيش اللي هو الصعود اللي المفروض يعني. ده جايب لك البيتكوين بس يعني، اللي هو المفروض مش مؤشر للايت كوينز. فكده 3 شهور سلبيه ورا بعض كده، ولو خدنا الشهر ده مثلا سلبي بتاع ديسمبر، انا اضمن لك يعني بنسبه نسبه كبيره، مش عايز اضمن لك بنسبه اقول لك ثابت اكيد والكلام ده مش هيتغير، لا عادي ممكن يعني، بس انا بقول لك بنسبه كبيره يعني اكتر من 70%. 3 شهور سلبيه ورا بعض كده، المفروض على الاقل مش لو مش الشهر اللي جاي اللي بعده يكون انفجاري. انا بقول لك يعني ده اللي انا شايفه يعني. بص هنا مثلا في 2021 مثلا خدنا واحد اتنين تلاتة أربعة وخمسة كانوا إيجابيين. ده كان بعد البرن، أنا بوريك اللي هو بعد البرن ما حصل، أنا بوريك أنت فاهم اللي هو ده بعد البرن كده، فجت شهور اللي هو تصحيحية طلعت بعد النزول المفروض بتاع البير. لو بصينا مثلا على 2017، 2017 مثلا اللي هو من هنا، ادي شهر ايجابي اتنين ايجابي تلاتة ايجابي، تلاتة ايجابي، هذا الرابع كان سلبي مثلا في السنة اللي هو في شهر واحد، الشهر اللي بعده ايجابي. فاحنا ازاي في برن وده حاصل يعني؟ مش منطقي طبعا يعني. في 2021 كان يعني هنا في 34 في 12 في 18 في 24 في 17 في 27، 24 يا عم 2024. يمكن ده الشهر اللي هو ده ممكن تقول حصل فيه ارتفاعات للبيتكوين، بس برضه ما انت فيش ارتفاع للسوق، فده ما يعتبرش ارتفاع برضه. ما احنا لو بصينا برضه في 2020 كان في برضه 29 هنا و31 هنا و22. فانت عشان ما تقوليش مثلا ده اللي كان البران، لا طبعا يا حبيبي، اما الاثيريوم ما طلعش اصلا يعني، انت الاثيريوم نفسه ما طلعش لحد دلوقتي. فانا اللي شايفه لا، لو حصل فعلا كده يعني ونزلنا لحد الاوردر بلوك كده وسحبنا منه سيوله، فلا ان شاء الله ده ممكن فعلا فعلا يكون سوبر سايكل زي ما بيتقال. اللي انا ما كنتش مصدق الكلام ده، بس لو فعلا نزلنا اللي هو النزله دي هتبقى اقوى كمان من النزله بتاعه 2021 اللي كانت، اللي هي النزله اللي خبطت دي هتكون اقوى منها بكتير كمان. تكون اقوى منها بايه بكتير يعني. بص يعني هي لحد دلوقتي اصلا تقريبا اقوى منها كمان، فانت تخيل لو نزلنا كمان شويه تاني للاوردر بلوك ده اللي هو عند ال 60، هو احنا نتخبط خبطه باتكال طبعا ونتصدم والناس هتطلع. بس هو عارفين ان عامه يعني صانع السوق بقى، سواء تسميه صانع السوق الحيتان اي ما تسميه، هو بيحاول يخرجنا من السوق بس مش عارف، لان في ناس كتيره ابتدت تفهم السوق وفاهمه هي بتعمل ايه، فمش راضيين يطلعوا مع التقلبات دي، متمسكين بالمشاريع بتاعتهم بتاع. في ناس بتطلع كتير قوي يعني، بس يعني ايه، هم مش فاهمين هم بيعملوا ايه اصلا وداخلين كده وخلاص، اللي هو قال لك شايفين فلوس فقال لك ندخل. بس حرفيا في نسبه كبيره قوي متمسكين، فصاين السوق متضايق اللي هو لا ما ينفعش، دول ثابتين في السوق مش قادرين يطلعوا واحنا مش عارفين ننزل السعر ونخش بسعر احسن وكذا حاجه. هو مش عايز حد يعمل معاه فلوس، لو كله بيكسب هو مش هيكسب حاجه كده، مش منطقي بالنسبه له. فهو عايز يعمل اي حركه ترعد الناس تخليهم يخافوا خالص ويطلعوا. وبصراحه الحركه دي منطقي لو عملها انا متاكد نسبه كبيره موت هتطلع يعني. مش عارف اقول لك ايه، وانت تقول لي الاثيريوم مش لازم يطلع البيتكوين طلع، اقول لك ايه الاثيريوم يا عم، ده المؤسسات كلها اصلا اكتر من تلت استثماراتهم اثيريوم اللي هي داخله في البيتكوين عامه. والاثيريوم لحد دلوقتي ما فيش حاجه خالص. اه كسبوا في البيتكوين بس الاثيريوم ما فيش، اللي هو الاساس اصلا يعتبر بتاع البلوك تشين بقى مش الاساس بتاع البلوك تشين اللي هو اللي عليه المشاريع كلها. فلا كلام مش منطق الصراحه يعني. احنا لازم ننزل، لو نزلنا هنا يعني لازم نطلع طلعه محترمه يعني. فانا بص اقول لك حاجه، أنا لحد الان برضو لسه ما تفعلش الحوار اللي انا بقول لك عليه ده، لان احنا لسه ما اغلقناش. بس لو اغلقنا انا بقول لك في الغالب ايه هيحصل اللي قلت لك عليه ده. يعني أنا الفتره اللي فاتت قلت لك كذا كذا هيحصل حصل يعني. فانت ايه، ما تسمعش كلام، انا مش بديك نصيحه استثماريه، انا بديك وجهه نظر اللي انا بعمله، مش بستخسر عليك معلومه، انا بقول لك اللي انا حرفيا هعمله، مش بستخسر فيك حاجه ولا بكذب عليك ولا هستفاد منك اي حاجه يعني. والله كل اللي بعمله ده بس عشان ايه، اساعد الناس اللي زي في السوق عادي، بس اللي ما عندهمش ممكن شويه المعلومات اللي انا بشوفها. يعني شايف احنا في الوطن العربي هنا المعلومات مش زي برضه ممكن الغرب شويه بيتكلموا في الكوميونتي بتاع العملات الرقميه اكتر من هنا بكتير الصراحه يعني، وبيخشوا في التكنيكالز اكتر. هنا يعني ما كلهم اغلبهم قناه تليجرام وضربه وبمبات وكلام فاضي يعني، نادرا لما تلاقي محللين كويسين. انا مش بقول عن نفسي كويس، بس انا بقول لك اللي انا شايفه الصراحه يعني. انت لو شفت الفيديوهات اللي فاتت انا كلامي كان صح يعني، مش شرط يكون صح على طول طبعا، اكيد بغلط، بس انا ليه بديك اللي هو السيناريو السلبي والسيناريو الايجابي عشان انت برضو تعرف ايه تشوف وتبقى عارف انت بتعمل ايه، ما تتخضش مره واحده وتقلق.
احنا لو طلعنا هيبقى حاجه كويسه، بس مش هيبقى طلع قوي قوي يعني الدرجات. لو البيتكوين هيطلع له مثلا كذا كذا بتاع، بس مش هيبقى زي لو حصل فعلا ده. يعني انا مش شايفه على قد ما هو سلبي على المدى القصير، على قد ما هو ايجابي قوي على المدى الطويل يعني. ده ممكن فعلا يعمل انفجارات في السوق، بس يعني انت دلوقتي لو معاك سيوله ما تخشش بيها دلوقتي. لو عايز تخرج شويه مثلا من السيوله بتاعتك خرج عادي، مش غلط. خرج شويه مثلا لما تغلق الشمعة دي، او انت عايز تخرج دلوقتي بس يعني انصحك تستنى لما تغلق. خرج شويه ممكن من السيوله بتاعتك مثلا، او العملات مثلا على ربح شويه. لو في عملات على ربح يعني اخرج منها، او العملات اللي ثابته اي حاجه اللي هو السعر بتاعها حاليا اعلى من البورصه اللي انت مشتري بيه. خرج شويه منهم مثلا وخلي معاك سيوله، عشان لو نزل فعلا تعرف تلقط لقطات صح مثلا بقول لك عليها في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله يعني. فبس كده، ده كان تحديث للاوضاع يعني. ان شاء الله يعني مفيش حاجه تخض يعني، ده كل اللي بيحصل ده تمهيد لحاجه كبيره ان شاء الله يعني. فبس كده، اتمنى تكون استفدت، ولو استفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا السلام عليكم.